السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا في احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كلها كام يوم وداخلين على العيد. العيد يعني كعك. النهارده هنعمل كعك العيد بطريقة سهلة وبسيطة جدا، على طريقة امي وطريقة ست زمان، الكعك الفلاحي كده على اصوله. يعني طريقتنا النهارده مفيش اسهل ولا ابسط ولا انجح من كده. هتعمليه كده معاكي دايب وهيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. كملي الفيديو لاخر ان شاء الله هتستفادي. زي ما انتم شايفين كده عملنا الكعكة المفتوحة، وكمان عملنا جراجيش وعملنا جرصة وعملنا اشكال كتير من عجينة واحدة بس، وكمان طالعة معانا مظبوطة كده على الشعرة. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده الكعك كده هيتعمل واحدة واحدة كده بطريقة مظبوطة، يعني عشان يطلع معاكي مظبوط ويطلع معاكي دايب كده ويطلع معاكي زي ما انت شايفة كده. امشي على الخطوات بتاعتنا واحدة واحدة. حطيت بالظبط كده، انا هعمل 5 كيلو بالظبط دقيق. انت هتروحي لبتاع اللي انت بتشتري منه المستلزمات بتاعه الكعك، تقولي له انا عايزه مكونات 5 كيلو، يعني هيديكي خميره على قد ال5 كيلو، هيديكي مثلا ريحه الكعك على قد 5 كيلو، هيديكي محلب على قد ال5 كيلو. او لو هتعملي 2 كيلو، لو كيلو واحد بس هتقولي له انا هعمل مثلا كيلو، هيديكي الحاجات بتاعتك على قد الكميه اللي هتعمليها. اول حاجه كده نزلت بالظبط مقدار ال5 كيلو خميره. زي ما انتم شايفين كده خميره بيره او خميره فوريه زي ما تحبي، بس انا بصراحه عايز امشي على طريقه امي، فهعمل بخميره البيره. الخميره البيره بتديله طعم رهيب، وبيفضل معايا، ممكن يفضل معايا شهرين 3 عادي، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. نزلت كده على الخميره بربع كيلو من السكر، وكمان نزلت كده بشويه من الميه الدافيه او اللبن براحتك، ودوبتهم كده تدويبه كويسه لحد ما السكر داب معايا خالص والخميره دابت معايا. نزلت ب5 كيلو بالظبط من الدقيق. طبعا الدقيق بتاعي نوعه كويس بتاع كعك وبسكوت، عشان ما يكونش فيه عرق، وتطلع معايا الكرسه كده دايبه وتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده او شفت في اول الفيديو. بعد كده طبعا معانا المحلب، حمصته وفرمته فرمه حلوه كده ونخلته. ومعانا معلقه كبيره من البيكنج باودر. ومعايا كمان ريحه الكعك، لو انت بتحبيها مش بتحبيها براحتك، يعني المكونات دي انا جايباها من عند حد كده مستلزمات بتاعه الكعك يعني. ريحه الكعك، ريحه والمحلب والحاجات اللي انتوا عارفينها دي بتاعت اللي بتدي ريحه الكعك ريحه حلوه كده، وبتديله آه تخليكي كده تحسي ان احنا في العيد. لو انت عايزه تعملي ساده براحتك، بس ما تستغنيش عن معلقه البيكنج باودر. نزلت كده بشوية من السمسم، طبعا السمسم بتاعي متحمص، ومعايا بالظبط على ال5 كيلو دقيق 2.5 بالظبط سمنة. سمنة علشان يطلع معاكي مظبوط. عايزة تحطي مثلا 2 كيلو ونص 2 كيلو سمنة وتحطي نص زبدة، عايزة تحطي كيلو زبدة وكيلو نص سمنة براحتك زي ما تحبي. انا نزلت على ال5 كيلو بالظبط 2.5 من السمنة. الكيلو ليه نص كيلو سمنة عشان يطلع معاكي مظبوط ويطلع معاكي حلو ويطلع معاكي كده انتي تتبسطي منه. حطي على الكيلو نص سمنة، ما فيهوش كلام، يعني الكعك عشان يطلع معاكي مظبوط المقدار ده هيطلع معاكي ان شاء الله 10/10. انا مسيحه كده 2 كيلو سمنه، حتى مسيحاهم من بالليل، يعني جدحاها السمنه. انا هعمل الكعك كده على السخن. هقول لكم انتوا الفرق بين السمنه المكدوحه والسمنه السخنه. السمنه المكدوحه بتديني ريحة حلوة، وكمان بيفضل معايا فترة طويلة جدا. السمنة الباردة بيفضل معايا شوية وطعمه بيتغير، وكمان بيفرول. يعني الفرق بين السمنة المكدوحة والسمنة السخنة، يعني السمنة المكدوحة بيفضل معايا فترة طويلة جدا، مش بيحصل له أي حاجة خالص، وبيفضل كمان زي ما هو، وريحته وطعمه ما بيتغيرش أبدا. السمنة آه، السخنة يعني شوية كده بتحس ان طعمه اتغير، فرول. بحس كده العرق بتاعهم او طعمه كده مش بقى زي الاول. يعني انا جربت ده وده بصراحة، بستريح للسمنة المكدوحة. يعني بكدحها بسيبها تبرد براحتها خالص، بخليها دافية كده وبعدين بيها هنزل كده. اهم خطوه والاساسيه بس الكعك كويس ربع ساعه نص ساعه على قد ما تقدري. حطيت ان السمنه الاول، مش نزلت بسمنه كلها، نزلت بيها واحده واحده كده وبسيت الكعك بس حلو جدا. ربع ساعه، لو انت مش تقدري في العجان براحتك، يعني ربع ساعة كده بس عشان يطلع معاكي مظبوط. ونزلت بالظبط ب2 كيلو وربع من اللبن. على فكرة اللبن يختلف او السوائل تختلف واحدة واحدة، يعني نزلت ب2 كيلو ونص من السمنة،
هحط عليهم ممكن 2 كيلو لبن يكفوا، ممكن كيلو ونص لبن حسب العجين معاكي. معلش انا مسرعه الفيديو شويه عشان ما تزهقوش. بعد كده عندي خدت حته كده من العجينه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وحطيت عليها حوالي بالظبط كوبايه كمان من السمنه علشان عايزاها تبقى دايبه شويه يعني. اخدت من ال5 كيلو حوالي كده تقريبا كيلو بس من العجينه، وحطيت عليها شويه كمان من السمنه، يعني بالظبط اخدت معايا ممكن الكيلو ده اخد معايا كيلو وتمن، نص كيلو تمن او كيلو إلا ربع من السمنه يعني. نص كيلو كوبايه بس من السمنه بصراحه، يعني حطيت على الكيلو عشان تطلع معايا دايبه نص كيلو سمنه وكوبايه كمان، يعني تقريبا كده ما تجيش ربع كيلو. وطبعا الحشو زي ما انا وريتكم عندي بلح كده طري، حشت منه البذر وحطيت عليه معلقه من السمنه وحطيت عليه معلقتين من السمسم ودوبته كويس في السمنه. وبنفس الطريقه عملت الملبن، يعني الملبن حطيت عليه معلقه من السمسم وحطيت عليه معلقه من السمنه ودوبتهم مع بعض كويس وقطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده بتشكلي باي طريقه انت حباها، باي نكشه انت حباها، تعملي كعكه، تعملي قرصه، تعملي مثلا جراجيش زي ما تحبي والشكل اللي انت عايزاه. وخلي الولاد كده يساعدوكي، خليهم يعملوا معاكي كده، علشان بصراحه الكعك بتاع العيد لو ما كانتش ايدين كتير بتحطي فيه ما بيبقاش كعك عيد بصراحة. يعني اليوم كان زي ما انتم شايفين كده، امي وبنتي وابني وكل العيلة شاركتنا صراحة في الكعك. زي ما انتم شايفين كده، ربنا يخليها لي يا رب، امي ما تحرمش منها. لو ما حطيتش ايدها في الكعك بتاعي ما يبقاش حلو ابدا، لازم كده تشاركني في كعك العيد. شايفين هي لها طريقة كده بتحط الملبن في الكعكة بتخلي الكعكة كلها كده مبرومة، وبتلفها وبتقفلها بطريقة، هي ليها طريقة معينة بتعمل بيها الكعكة. زي ما انتوا شفتوا كده، انا مش عايزاكم تتوهوا. لو عايز تعملي الكعكة على السخن بتكدحي السمنة، وبتسيبيها تبرد. لو عايز تعمليها على البارد بتدفي السمنه بس بتسيحيها، يعني مش بتدحيها لو عايز تعمليها على البارد. بس انا قلت لك الفرق بين البارد والسخن. السخن المكدوحه بتفضل معاكي مسافه حلوه جدا، يعني ممكن تقعد معاكي شهر شهرين ثلاثه. ممكن تحطيه في الفريزر، طعمه ما بيتغيرش، ما بيفرولش ولا بيتغير ابدا. السمنه الدافيه طعمه بعد اسبوعين او ثلاثه كده بيتغير، ومش بيستحمل معاكي، ما يقعدش معاكي مسافه طويله. زي ما انتم شايفين كده بتعملي الجراجيش ازاي. بتفردي عجينه كده رول طويله، وبعد كده بتاخدي معاكي العجوه بتفرديها كده على العجينه اللي انت عملتيها، وبعد كده بتلميها وتفرديها وتروليها كمان مره او اتنين، وبتقطعيها بكل سهوله. مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من ده كعك بصراحه. شايفين ما شاء الله. وطبعا ما بتسويش لما يخمر معاكي كويس، تختبري كده الجرسة او الكعكة اللي انت عملتيها، هتلاقي الحجم بتاعها اتضاعف. بتسوي على طول على درجة حرارة 200 او 190، بتشغلي الفرن من فوق ومن تحت واحدة واحدة كده، بتتابعي الفرن. يعني بالظبط الصينية بتقعد فيه ربع ساعة مش اكتر من كده، بتطلع معاكي مظبوطة وتسويتها 10/10. شايفين ما شاء الله، بتقطعي كده بكل سهولة، سهل وبسيط. يعني هتتعبي شوية بس هتاكلي حاجة حلوة مظبوطة مضمونة ريحتها حلوة. كفاية كده مشاركة الأولاد معاكي في البيت دي بصراحة بالدنيا وما فيها. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله. شايفين خلصنا كله ما شاء الله. الكمية طبعا احنا عندنا هنا في الفلاحين لازم الكعكة المخرومة دي مفيش غنى عنها في العيد بصراحة، او غير عيد يعني. شايفين ما شاء الله الكمية الحلوة دي من 5 كيلو بس من الدقيق. التسوية مظبوطة ما شاء الله، شكله عامل ازاي. ما تنسوش كده تنوروني بالاشتراك وكمان اللايك والكومنت الحلو، وربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. واتمنى كده تجربوا الكعك على طريقتي، ان شاء الله هيعجبكم. وانا متاكده لو مشيتوا على المقادير بتاعتنا خطوه خطوه كده هيطلع معاكي مظبوط، وهيطلع معاكي ناجح من اول مره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.